تعالوا كده نحل مع بعض السؤال ده ونشوف هنحله مع بعض ازاي. لو لاحظنا هنا في السؤال هنلاقي ان مفيش عندي اي جايد لاين يقول لي اعمل ايه في السؤال ده او احله ازاي. وفي طلبه كتير بيجي يسالوني يقول لي طب انا دلوقتي لو جالي السؤال بالشكل ده ابدا احله ازاي، او يعني ابدا منين واروح على فين. تعالوا مع بعض نشوف هنعمل ايه. اول حاجه يا جماعه هنعملها ان انا بقرا الانسرز كويس جدا. الانسرز عندي هتوضح لي من خلال الانسر اشوف ايه الحاجه المشتركه بين كل الانسرز وابدا اشتغل عليها واشوف مشكلتها فين وابدا احلها. يعني هنا لو بصينا على نو تشينج مثلا هلاقي مثلا ان السنتنس بيقول لي مستخدم الفيربس باكتر من شكل مختلف. انا دلوقتي عملت كده بصيت على كل الانسرز بسرعه، تمام، لقيت ان انا عندي الحاجه الكومن بين كل السنتنسز هي الفيربس. يعني في نو تشينج بيقول لي is producing، وبعدين قال لي evaporates، وبعدين قال لي produces. بعدين كده في بي جاي بيقول لي produced و produces و evaporated و produced. وبعد كده في سي بيقول لي produces evaporates و produces. وفي نمبر دي بيقول لي is producing و evaporates و is producing. طيب انا هنا الحاجه الكومن عندي او اللي جايب اكتر بشكل مختلف هي الفيربس. يبقى على طول هنا ايه القاعده اللي انا هشتغل عليها؟ احنا قلنا قبل كده ان احنا بنستخدم one tense في السنتنس، يعني لازم السنتنس بتاعتي يبقى فيها نفس الفيرب. وانا هنا عندي الفيربس جايه بينها كلها كوما، يعني جايه between list. اذا هشتغل على قاعده البارallel structure، يعني هحط كل الفيربس في same grammatical form. فالانسر بكل بساطه هتكون عندي نمبر سي، عشان بيقول لي produces و evaporates و and produces. انا عندي كل الفيربس هنا في present simple، وكل الفيرب هنا plus s، وهي نفس الستراكشر ونفس الجراماتيكال فورم. يبقى انا كل اللي انا عملته ان انا بمجرد بصيت على الانسرز ابتديت اشوف ايه الحاجه الكومن اللي جايه لي باكتر من شكل مختلف، عرفت انها الفيربس واشتغلت عليها عن طريق قاعده الباراليزم. السؤال ما خدش حرفيا اكتر من 3 ثواني. لو في اي مشكله معاكم بتقف معاكم في الاي اس تي او في الستات او في الاكت ابعتوا لي على الرقم اللي هيظهر دلوقتي. انا مس رنا حمدي هرد عليكم. اشوفكم في فيديو جديد.